ارطي اللي فيك ده يا بت اللي فيك ده هقول لك على حاجه، انت ما تنفعش تتجوزي اي راجل. عارفه ليه؟ عشان انت امك ما ربطكيش ان انت في يوم من الايام هتتجوزي ويبقى لك بيت وعيله. الغلطه مش غلطتي، الغلطه غلطه الماما. ايه تليفوني او كانوا على التليفون اللي انت سرقاه وانت ماشيه من 3 سنين من ماضيه ومن ذكرياتي. ايه يعني انا راجل معاكي ليه وانا كنت بشرب شاب وما سبتش حاجه في الدنيا الا ما عملتها ووصلت ل 30 سنه دلوقتي وراجل عقيل. لو كنت معاكي عيل صغير وطايش فكان ماضي، انما دلوقتي في مستقبل وفي متابعين وفي حاجات حلوه وفي ناس حلوه بنين. كنت عيل يا بنت طايش في وسطكم وكنت بصي ابن حماتي. امي نفسها كانت بتقول لي انت يالا ابن حماتك، كنت بضحك لها ولا يعني اما اطلع حاجه الحياه تمشي. كنت ابن حماتي في الغلط وفي الصح وفي الابيض وفي الاسود. انت يا بنت بتعايريني بحاجات تسرقها من على تليفوني او صور تصورهاني وانا معاكي في الشقه، ده ناقص. لما تطلع للشخصيه الزباله ابص الاقي ليا صوره ولا. يلا نروح راس البر. ما احنا معانا فلوس بقى. الحمد لله. مصرفين النهارده يا بيبي. نسيت الكلام ده كله يا بت. ده انتوا كنتوا كارثه في حياتي. انا كان لسالي شرطه يا بت، شرطه واخد 10 سنين حبس، وانتي وامك كنتوا برضك هتبقوا شغالين ومزاجكم 100 وانا اللي كنت ابقى مرمي. انا اللي ربنا رحمني من سكتك. انت اتطلقت من غير سبب، مش عشانك، عشان انا ربنا يعدل لي حياتي اللي كانت طول عمرها معدوله، ولما دخلتوا في حياتي عوفتوها. هي تتعوج رقبتكم. ياك يا رب يا سلوى يا اسمك ايه انت تمشي معوجه بجنب. ما اتجوزتي وانت رجاله الدنيا جايباها وانت جايه في التكاتك رايحه جايه. ده خالي ده ابن خالي. انا تبني والاخر اخوكي قال لي الناس دي بتيجي عندك ليه؟ قلت لها مش ولاد اخوالها. بتقول لي ابن اختي بنت اخويا ولاد ما اعرفش ايه. طلعت مفيش، طلع الرجاله اللي كنت بتجيبوهم يا سلوى دي كلهم لما شافوا لما قابلوكي باين مره كده وانت طالعه وهم كانوا جايين صدفه ربنا يكشفك. قالوا انتوا الناس دي بتخش عنده. قلت يا عم ده قرايبكم من العيله. قال لي يا عم من العيله مين؟ الاشكال دي بقى مش من عيلتنا. قول ان هاجر اقول لكم انا ما خلتهاش. هاجر اختي متجوزه بقالها 8 سنين. استني بس انا هقول لك على حاجه. انا هقول لكم على حاجه. عارفه انا من ساعه ما طلعت امبارح للنهارده انا جبت الغلط ان هي عادي يبقى عندها كلام تقول. حتى القرف والغلط اللي انا كنت فيه قلته، حتى المشي الشمال اللي انا مشيته معاهم مع الناس الشمال دي قلته. اي حاجه انت ماسكاها قلتيها. اي حاجه انت ما طلعت ابني في الشورتس تقول لي امشي على الشوك برجليك وانت السبب يابا. سبب يابا ما يمشي عشان دي المفروض كان في ساعتها فتحت بس مباشر. دي لو واحده بريئه وواحده ما هياش لو احنا ظالمينها والكلام اللي احنا بنقوله لا دي بتخطط. ساعتها فاتحه بس مباشر. انا عارف هي هتطلع طول. كنا بنقول لك ايه اعملي بس تحديات حاجه تقول لا انا الاكل بيتعبني، انا الاكل بيعمل لي هبوط. هي ما طلعتش تشتغل على اليوتيوب الا بعد ما احمد وامل طلعوا وشافوهم ناجحين. القهر كلها قامت طالعه على القناه. يلا خلص. انا بشاهد الناس قبل ما تيجي. نشاهد الفيديو مع بعض. لو عملت حاجه في اخويا زي ما حرقت التيك توك قبل كده احنا سكتنا لك قبل كده بس ما عدناش هنسكت لك. لو عملت في اخويا اي حاجه يا سوسو
مش هنسكت لك. هي انت ده. اتفاجئتي باللي حصل. زي ما اسماء اختي بتقول لك كده، بس ده كلام نسوان، انما كلام الرجاله اللي هيقابلني هبعته له من غير نص رقبه. انت اتفاجئتي اصلا ان احنا طلعنا قلنا حقيقتك، اتفاجئتي. دي كلام النسوان مش ومش متوقعه ان احنا اصلا اللي نسكت لك هتبقى بقالنا سنتين. بقول لك بطول كده دلوقتي. والله ما حد. نطلع تاني. ربنا عايزنا نطلع تاني، يا اما يهديكي يا اما يهديك. نفس واحد، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي حرمتنا من ابننا. يلا سلام سلام.